في أحداث الشام ورد عندنا حديث سعيد بن المسيب يقول ستكون بالشام فتنة أولاها لعب الصبيان، كلما سكنت من جانب طمت من جانب آخر فلا تتناهى، ويطلبون المخرج فلا يجدونه، حتى ينادي مناد من السماء يسمع أهل كل لغة بلغتهم، يعم أهل الأرض جميعا: ألا إن أميركم فلان فذلكم المهدي حقا فذلكم المهدي حقا فذلكم المهدي حقا. يعني ما معناها؟ معناها يقول: إذا رأيت الحكام يتساقطون ويقصمون وبدأت الفوضى وكذا، ستكون في تلك المرحلة في الشام فتنة. أول هذه الفتنة أول ما تبدأ سببها أطفال صغار يلعبون، سيسببون هؤلاء الأطفال الصغار فتنة كبيرة جدا في الأمة، وما تنتهي هذه الفتنة أبدا، ويتدخل العالم كله فيها وما يستطيعون أن يحلوها حتى يأتي النداء السماوي هذا الذي يسمع كل أهل اللغة بلغتهم ويعم أهل الأرض جميعا على أن المهدي قد خرج. قال عندها تبدأ هذه الفتنة. تعالوا ننظر إلى أحداث سوريا. أحداث سوريا أول ما بدأت بأطفال خرجوا من مدرسة درعا، مدرسة الأربعين في درعا، خرجوا كتبوا على الجدران: ارحل يا بشار، جاك الدور يا دكتور. أطفال صغار يعني أعمارهم أقل من 15 سنة، حمزة الخطيب ووائل وسامر ثلاثة أربعة، يعني ليس لهم يعني غرض سياسي وليسوا مسلطين من جهة معينة. خرجوا من المدارس مثل الأطفال اللي يلعبون دائما في الشوارع وكتبوا على الجدار. أمر عادي. كتبوا هذه، أتى الأمن السوري: من كتب هذا؟ فلان فلان، دخل المدرسة وأخذهم وأخذ بعض المدرسين المهم وسجنهم، تعرضوا للتعذيب. بعد 8 أيام من سجنهم خرج أبهاتهم في مظاهرة يطالبون بإخراجهم، وأجاهم الأمن السوري بالسلاح، قتل 8 أنفار. خرجت مجموعة أخرى وجاء بالسلاح، اندلعت الأحداث بعدها. الآن حتى تقرير الBBC بهذا الشكل، بنفس الترتيب وبصور الأطفال وكل شيء بنفس الترتيب، أنها بدأت من مدرسة الأربعين. يعني ما كانت في بداية أمرها على أساس أنه ارحل يا بشار كمثل ما كان بالشعوب الأخرى، لا، كان أطفال صغار يلعبون. قال بدأت بأطفال يلعبون. يقول يطلبون المخرج، يعني مع هذه الفتنة لما بدأت يحاولون أن يطلبون المخرج، يجمعون عليها مؤتمرات عالمية يحلونها، مبعوثين دوليين، جنيف 1 و2 والجامعة العربية وغيرها، دول الانحياز، التضامن الإسلامي، كوفي أنان، الأخضر الإبراهيمي، وهلم وجرى، ولم تحل. قال فلا تتناهى، مش رايحة تنتهي. أتت في رواية أخرى: حتى تبلغ بقيع الغرقد، حتى تبلغ بقيع